انا بيني وبين اللي على 40 متر يا منزلاوي، بيني وبين اللي على 40 متر وذاكرتي خلصت يا منزلاوي. تعالى لي ياض، تعالى لي خدني ياض لو تعرف. فجر يوم 5 يونيو 2019 وأثناء ما كان المصريين كلهم بيحتفلوا بعيد الفطر المبارك وكانت تكبيرات العيد بتملى كل مكان في مصر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، يحصل هجوم إرهابي على كمين البطل 14 في مدينة العريش بشمال سيناء. وكان قائد الكمين شاب صغير عمره 24 سنة، وبرغم صغر سنه إلا إنه كان بطل، الشهيد البطل عمر القاضي، واللي كان لسه متخرج من كلية الشرطة من سنتين بس، لكن وبسبب كفاءته كان قائد لكمين البطل 14 في منطقة حساسة زي منطقة شمال سيناء. وأول ما بدأ الهجوم على الكمين يتصاب البطل عمر القاضي، ولكنه ما كانش فارق معاه نفسه، فبدأ يجمع نفسه هو والعساكر اللي معاه ويحاول يصد الهجوم. وفي نفس الوقت ده اتصل بالقيادة وبلغهم بالهجوم اللي حصل على الكمين عشان يطلب منهم الدعم. وعلى الرغم من ان الهجوم على الكمين كان متخطط له وكان اكتر من 30 عنصر تكفيري بينفذوا الهجوم، وعشان كده ضرب النار على الكمين كان من كل حتة، الا ان البطل عمر القاضي والابطال اللي معاه استقتلوا في الدفاع عن الكمين بتاعهم ولغاية اخر لحظة. وبسبب ضرب النار اللي شغال على الكمين من كل مكان بدأ الابطال يستشهدوا واحد ورا التاني. وساعتها اتصل عمر القاضي بالقيادة وقال لهم انا معايا عسكري مات، انا معايا شهيد، وكلنا في السكة يا جدعان. انا معايا عسكري مات، انا معايا شهيد، وكلنا في السكة يا جدعان. وبرغم من ان عمر القاضي واللي معاه كانوا 8 افراد بس، وكانوا في مواجهة اكتر من 30 عنصر تكفيري وبيتضرب عليهم النار من كل مكان زي ما قلت لك من شوية، الا انهم ما استسلموش وقدروا يصفوا 5 من العناصر التكفيرية. ومع استشهاد اغلب افراد القوة بدأ عمر القاضي يحس ان النهاية قربت، وده ما كانش فارق مع عمر، كل اللي كان فارق معاه ان التكفيريين ما يدخلوش الكمين بتاعه. فاتصل بالقيادة وقال انا بيتضرب عليا RPG، دك الكمين يا سمير، غربل السبيل. انا بيتضرب عليا RPG، خليك التجهيزة بتاعتك في الدشمة بتاعتك. دك الكمين يا سمير، غربل السبيل. عمر القاضي كل اللي كان فارق معاه وكل اللي كان شاغل باله ان التكفيريين ما يدخلوش الكمين وينزلوا علم مصر ويرفعوا العلم بتاعهم وتبقى فضيحة لمصر قدام العالم كله. عمر القاضي كانت كرامة مصر عنده اهم من حياته، وعشان كده طلب من القيادة انها تغربل الكمين وهو موجود جواه، وما فكرش حتى يستنى الدعم عشان ينقذ نفسه وينقذ حياته. وكانت اخر حاجة تسمعها القيادة من عمر القاضي وهو بيقول انا بيني وبين العيال 40 متر يا منزلاوي وذاكرتي خلصت. انا بيني وبين اللي على 40 متر يا منزلاوي، بيني وبين اللي على 40 متر وذاكرتي خلصت يا منزلاوي. وبرغم ان عمر القاضي مصاب وذاكرته خلصت زي ما قلت لك من شويه وكل اللي معاه استشهدوا وما فاضلش غيره، الا ان عمر القاضي كان مؤمن بالنهايه وفضل يدافع عن الكمين لغايه اخر لحظه في حياته، لدرجه انه كان بينده على اللي بيهاجموه وبيقول له تعالى يا تعالى يا خدني لو تقدر، تعالى لي ياض، تعالى لي خدني ياض لو تعرف. وبعدها بدقايق يوصل الدعم ويقدر يطهر الكمين من التكفيريين. بس للأسف كان استشهد النقيب عمر القاضي والأبطال ال7 اللي معاه، وعلى الرغم من استشهادهم إلا إنهم هيفضلوا محفورين في ذاكرة كل مصري، وهيفضل التاريخ يذكرهم ويذكر كل الأبطال اللي ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.